السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا يا بنات يا شطار، هنسيح زبدة مع بعض. ايا كان كمية الزبدة اللي عندك هتحطيها في حلة غويطة، توطي عليها النار جدا اكنك بالظبط بتعملي رز. تفضلي تقلبي فيها طول ما انتي واقفة. لو كمية بتاخد لها اكتر من ساعتين على النار، لحد ما الطبقة الفوق اللي هي الكبيرة الجامدة البيضة دي بتقل خالص وبتبقى لونها ذهبي. طبعا كل ما بتقلبي كل ما بتستوي. بعد كده بتحطي معلقتين ملح سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. لو الكمية قليلة بتقلي في الملح، وبعدين بتبرد خالص تفصليها وتقومي حطها في البرطمانات بتاعتك. المرتة بتتحط لوحدها، المرتة لطاسة بيض جميلة كده أو حبة رز للحوادق بس. خلي بالك وركزي كويس ان ما يتحطش في أي حاجة حلوة علشان بتحدقها. وده الشكل النهائي بعد ما بتتعبى.